انتوا عارفين لو جبنا الفول البلدي العادي بتاع التدميس ده وحطيناه وحطينا عليه ميه مغليه وهنسيبه منقوع ليله كامله، من يعني نقعناه النهارده الساعه 12 بالليل، نفتح عليه بكره الساعه 12 بالليل كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله الكميه اتضاعفت وزادت ونفش معانا. هنبدأ بقى نجيب اي بولة ونحط فيها مصفى، وجوه المصفى هنحط فوطة نضيفة زي ما احنا شايفين، وننزل بالفول بتاعنا بعد ما نغسله غسلة كده تحت الحنفية. ننزل بالفول بتاعنا في الفوطة، شايفين ما شاء الله القشرة بدأت تطرى معانا. وهنغطي بقى الفول بالفوطة ونبدأ نبل الفوطة، يعني ممكن في الوقت ده ناخدها تحت الحنفية نغسل الفوطة وهي جواها الفول كده، يعني نغسل الفول جوه الفوطة كده زي ما احنا شايفين. طبعا المية اللي هتنزل دي هنرميها على ونسيب تحتيه البولة تاني علشان يصفي اي مية فيه. كده الفول مبلول والفوطة مبلولة. هنفضل نعمل الحركة دي لمدة يومين 3 مرتين في اليوم، نشيله كده ونبله ونحطه تاني في المصفى وتحتيه البولة كده زي ما احنا شايفين. يعني نغرقه حلو قوي 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 بالميه، حتى لو تاخديه تحت الحنفيه تغسليه حلو قوي وتحطيه تاني في البوله بالمصفى كده زي ما احنا شايفين. بصوا ما شاء الله هتلاقوه على تاني يوم بدأ ينبت ويطلع الزلومه بتاعته دي من الجنب كده. بصوا ما شاء الله بدأت ملامحها تظهر اهي، بوريها لكم من قريب علشان تشوفوا كل المراحل بتاعته وهو بيبدأ يطلع الزلومة بتاعته وينبت كده زي ما احنا شايفين. كده تاني برضو يوم هنبدأ برضو نغسله. ما شاء الله بصوا بدأ الزلومة بتاعته تكبر شوية. هنبدأ بقى نحطه تحت الحنفية برضو ونحط عليه مية ونغسله، والفوطة برضو تبقى مبلولة زي نفس الخطوات بالظبط. يومين 3 كده. بصوا انا هنا عملته اهو تحت الحنفية عشان اوريكم الفكرة يعني. وهنفضل بقى يومين 3 كده هتلاقوا كل مادة بدأ التنبيتة بتاعته تكبر اكتر من اليوم اللي قبلها لحد ما توصلي للمرحلة اللي انت عايزاها كده. يبقى خلاص معاكي الفول جاهز خلاص كده ما شاء الله. اخر مرحلة بصوا ما شاء الله تحفة وبقى طري. هنحطه بقى في اكياس ونشيله في الفريزر، الكيس على قد الاكلة على قد المرة نعمل بيه احلى شوربه. يلا بقى نعمل بيه احلى شوربه. هنجيب الفول نحط عليه ميه ونغسله حلو قوي ونحط عليه ميه بقى، ولو اي فوله كده مش عاجبانا هنشيلها. طبعا هو كان متنقي من البدايه برضو. وبعدين نحط عليه طماطم وبصل وثوم ونرفعه على النار. اول ما يبدأ يغلي هيطلع ريم كده، هنشيل الريم ده خالص علشان تبقى الشوربه بتاعته صافيه وجميله. انا عايزه اقول لكم هتشربوا شويه شوربه والله احلى من اللحمه واحلى من الفراخ. كده هنشيل بقى اي ريم خالص، وفي الاخر بعد ما شلنا الريم هنعصر عليه ليمونه ونسيب نص الليمونه كده في الميه بتاعته يستوي معاه. بس نوطي بقى النار خالص في الوقت ده ونسيبه براحته، مش هياخد وقت خالص، يعني مش هياخد له اكتر من نص ساعه خالص. كده خلاص الفوله اول ما تبدا تستوي كده خلاص يبقى استوى وجاهز معانا. اول ما يستوي بقى نحط ملح وكمون وكزبره، وفي ناس بتدق توم مع كزبره وتقلبهم كده تحمصهم في السمنه زي طشه الملوخيه بالظبط. بس طبعا انا حبيت ان هي تكون لايت فما حبيتش خالص حركه طشه التوم بالكزبره دي خالص، فحطيت الكزبره والكمون. انا بحبه كده اصلا الكزبره مع الكمون، وهو شوربه حلو قوي قوي قوي. ونغرفه بقى في الاطباق ونعصر عليه بقى شويه ليمون، وكله احلى شويه فول نابت او فول بزلومه بجد تحفه وخطير وصحي جدا. وبس كده خلاص وباي باي.